خلونا نكتشف قصة عمرها 700 سنة تربط تركيا بآسيا الوسطى. قصة كانت مخفية قدام عيوننا كل هالوقت. كتير ناس بتفكر إن الأويغور في تركيا وجودهم جديد، بس شو لو الحكاية أقدم من هيك بكتير؟ الحكاية هاي بتبدأ من 700 سنة، بتاريخ كان حرفياً قدامنا كل هالوقت. في 2015 احتفالية بسيطة كشفت عن رحلة قديمة وصلة تاريخية عميقة الأغلب كان نيسيها. القصة كلها بتبدأ مع الإمبراطورية المغولية، وهناك الأويغور كان لهم دور أساسي في إدارتها. بعد الغزو المغولي حكم الخانيون الأناضول، بس مع الوقت سيطرتهم ضعفت. وبفترة الفوضى هاي تم تعيين حكام أويغور أقوياء عشان يحافظوا على النظام هناك. واحد من هالحكام علاء الدين أرتنا استغل الفرصة، قاد ثورة وأسس حكمه المستقل، وهيك أسس دولته الخاصة، سلطنة مستقلة حكمت تقريباً نص قرن. المؤرخين وقتها وصفوه بالحاكم العادل والمحبوب اللي جاب النظام بعد الفوضى. بس الدليل الأقوى على القصة هاي مش بالكلام، لا، الدليل منحوت بالحجر. طيب خلينا نشوف جامع بنيان بناه واحد من الحكام الأويغور اللي سبقوا إرتانا. لاحظوا النقوش الحجرية فيها رؤوس ذئاب، وهاي رموز مأخوذة من تقاليد آسيا الوسطى. وهذا الطراز المعماري الفريد منشوفه كمان في مقابر قادة إرتانا وعيلته. طيب خلينا نقدم الزمن 600 سنة. بالستينيات انفتح فصل جديد بالقصة. سنة 1965 تركيا استقبلت حوالي 2000 لاجئ أويغوري، والمفاجأة إنهم سكنوا في قيصري. وهون النقطة المهمة، هم ما كانوا رايحين على أرض غريبة، كانوا راجعين لموطن أجدادهم. هذا المجتمع الجديد اندمج بسرعة وصار جزءاً مهماً من النسيج الثقافي لتركيا. يعني القصة هاي بتورينا كيف التاريخ مش بس ماضي، هو اللي بيشكل هويتنا وشعورنا بالانتماء اليوم. وهذا بخلينا نفكر، يا ترى كم في قصص تاريخية عميقة زي هاي لسه ما اكتشفناها؟ ماذا لو قلنا إن في مملكة منسية بقلب الأناضول تحمل مفتاح سري عمره 70 سنة؟ هذه مش مجرد قصة حكام، لا، دي قصة تاريخ مشترك صدى أحداثه لا يزال يتردد إلى اليوم. خلونا نكتشف القصة دي مع بعض. في وسط تركيا توجد قرية صغيرة. هذه القرية تحمل بين بيوتها سراً قديم عمره 700 عام. يا ترى ما هو هذا السر اللي يربط ماضي المنطقة بحاضرها بطريقة غير متوقعة أبداً؟ الإجابة في الحقيقة ما راح نلاقيها في سجلات قرية صغيرة. القصة تبدأ مع أكبر إمبراطورية برية عرفها العالم. عشان نلاقي الحقيقة لازم نرجع بالزمن إلى عصر الفتوحات المغولية الكبرى. أول جزء في رحلتنا الاستكشافية هذه هو البحث عن أدلة مخفية داخل إمبراطورية انهارت. هنا رح نكتشف الرابط المغولي اللي جلب شعب من آسيا الوسطى إلى قلب الأناضول. طيب كيف انتهى المطاف بشعب من آسيا الوسطى وهو يشكل مصير الأناضول؟ القصة كلها بتبدأ بخطوة استراتيجية عبقرية من جنكيز خان نفسه. هو ما اكتفى بالغزو بالقوة، بل حكم بالعقل. أدرك العبقرية الإدارية عند الأويغور ودمجهم في صميم إمبراطوريته. يعني ما كانوا مجرد جنود، لا، كانوا هم العقل المدبر للحكم المغولي في غرب آسيا، وارتقوا لأعلى المناصب في الدولة الإلخانية اللي سيطرت على بلاد فارس والأناضول. هذا التسلسل الزمني يوضح لنا كيف موازين القوى تغيرت بسرعة. في عام 1243 سقطت سلطنة سلاجقة الروم وصارت دولة تابعة للمغول، وبعدها ب10 سنين بس في 1256 تأسست الدولة الإلخانية بشكل رسمي ورسخت سيطرتها. لكن الإمبراطوريات اللي تبنى بسرعة قد تكون هشة، وبحلول عام 1335 انهارت السلطة المركزية للإلخانيين، وهذا خلق فراغا كبيرا في السلطة، فراغ راح يغير تاريخ الأناضول للأبد. تخيلوا معي المشهد، هذا الصرح العملاق انهار وترك وراه فراغ هائل في السلطة وفوضى عارمة. صارت الأناضول مسرح للصراعات، الكل ينتظر شخص يعيد لها النظام والاستقرار. ومن بين رماد هذه الإمبراطورية المنهارة كانت فيه قوة جديدة على وشك الظهور. في هذا الجزء راح نتعرف على السلطان الأويغوري اللي شاف في الفوضى فرصة وأسس مملكته الخاصة في الأناضول. السؤال المحوري هنا هو: من هو علاء الدين إرتنا؟ وكيف قدر رجل كان من ضمن الحكام المغول إنه يتحول لسلطان مستقل؟ علاء الدين إرتانا كان أكثر من مجرد حاكم، كان عنده رؤية. كمسؤول أويغوري رفيع المستوى استغل اللحظة المناسبة تماما.
هو ما اكتفى بإعلان الاستقلال، بل هزم الموالين للمغول بشكل حاسم، وأسس دولة جديدة وقوية في قلب الأناضول. ببساطة حول الفوضى إلى مملكة. وهذه هي النقطة الأهم: صعوده للسلطة أنهى قرن كامل من الهيمنة المغولية. بالنسبة للسكان المحليين اللي كانوا منهكين من الصراعات وعدم الاستقرار، هو ما كان مجرد حاكم آخر، كانوا ينظرون إليه كمنقذ، كشخصية أعادت لهم العدل والنظام اللي كانوا يحلمون فيه. طيب خلونا نلقي نظرة على مميزات دولته. حكمه ما كانش مقتصر على منطقة صغيرة، بالعكس امتد ليشمل مدن كبرى مثل قيصري وسيوس وحتى أنقرة. اشتهر بعدله وحكمته وتدينه، لكنه كمان أكد على سلطته بطرق واضحة جدا، سك عملات باسمه والخطب في المساجد كانت تقرأ باسمه، وهذه كانت العلامات الكاملة للسيادة في ذلك الوقت. والأمر المدهش فعلا هو أن المؤسسات اللي بناها هي نفسها اللي وضعت الأساس للدول التركية اللي جت بعده، ومن ضمنها الدولة العثمانية العظيمة. لكن كيف نعرف كل هذه التفاصيل؟ الإجابة ببساطة منقوشة في الحجر. في هذا الجزء رح نتبع البصمات التاريخية اللي ترك الإرتانيون وراهم في فن العمارة. اليورتونيون ما حكموا بس، بل بنوا وعمروا، تركوا بصمتهم في الحجر وخلقوا مزيج معماري فريد ومذهل يجمع بين فنون وطنهم الأصلي في آسيا الوسطى وأنماط العمارة في الأناضول. وهذا مثال رائع: بوابة جامع بونيان الكبير اللي انبنت حتى قبل استقلال إرتنا رسمياً، فيها نقوش مذهلة لرؤوس الذئاب، وهذه بصمة فنية واضحة من آسيا الوسطى. نادر جدا ما نجد هذا الأسلوب في مساجد الأناضول الأخرى، وهذا يثبت لنا وجود أويغوري مؤثر وعميق حتى قبل تأسيس دولة إرتنا. والأدلة ما توقف هنا. في قيصر وحدها نقدر نتتبع خطهم عبر سلسلة من الآثار: مدرسة كشك اللي كانت ضريح لعائلة إرتنا، وأضرحة أمرائه، والتحفة المعمارية اللي اسمها قبة شاه جيهان خاتون، حتى إن في حي قديم اسمه مأخوذ من والد حاكم أويغوري آخر. يعني المسألة مش مجرد مبنى هنا وهناك، لا، هذا وجود عميق ومستمر منسوج في نسيج المدينة نفسها. والآن خلونا نقفز قفزة زمنية مذهلة لمرحلة يبدو فيها أن التاريخ يعيد نفسه في نفس المكان، في قيصرية. هذه قصة عودة ثانية للوطن بعد قرون طويلة. السنة هي 1965، بعد أكثر من 600 سنة على قيام دولة إرتنا. نفس الأرض شهدت موجة هجرة جديدة من نفس الشعب. أوجه التشابه هنا مذهلة فعلا. في القرن الرابع عشر السبب كان انهيار إمبراطورية، وفي القرن العشرين كان السبب هو الاضطهاد وعدم الاستقرار. الهجرة الأولى كانت دافعها الخدمة العسكرية والإدارية، وتركت وراءها إرث دولة كاملة، والثانية كان دافعها المنفى، وخلقت مجتمع شتات حديث. لحظتين مختلفتين في التاريخ، دافعين مختلفين، لكنه نفس الشعب يعود إلى نفس الأرض. وجهة واحدة وعودتين يفصل بينهما 6 قرون. وفي هذيك السنة حوالي 2000 لاجئ أويغوري بقيادة شخصيات بارزة مثل عيسى يوسف ألتوكن وجدوا وطن جديد. هم ما كانوش يبحثوا عن ملجأ وبس، بل كانوا يعودون إلى أرض أجدادهم ليكتبوا فصل جديد في هذه القصة القديمة جدا. وهذا يوصلنا لخلاصة رحلتنا التاريخية، أن الجذور ممكن تكون أعمق من الذاكرة الحية، وأن هؤلاء القادمين الجدد ما كانوا مجرد ضيوف. هذه العبارة التركية المؤثرة: بيز تركيادا مسافر إميس، معناها نحن لسنا ضيوفا في تركيا. هذه العبارة تلخص كل شيء. هي مش بيان سياسي، بل تعبير عميق عن الانتماء، متجذر في قرون من التاريخ المشترك. في النهاية هذه قصة عن بناء الدول والتبادل الثقافي والتاريخ المشترك، قصة انكتبت فصولها على مدى 700 عام بين آسيا الوسطى والأناضول. وهذا يتركنا مع سؤال أخير للتفكير: كم قصة تاريخية منسية أخرى مثل هذه تنتظر بس من يعيد اكتشافها وهي مخفية أمام أعيننا طول الوقت؟ ماذا لو قلت إن واحدة من الدول اللي مهدت الطريق فعليا لصعود الإمبراطورية العثمانية ما كانتش تركيا بالمعنى اللي نعرفه؟ فكرة مثيرة للاهتمام. بل أسسها سلطان من الأويغور في قلب الأناضول. دي مش رواية خيالية، لا، ده فصل حقيقي من التاريخ، فصل شبه منسي. فصل منسي تماماً. والمصادر اللي هنستكشفها اليوم، وتحديداً فيلم وثائقي معمق، هي اللي هتكشف لنا القصة دي بالضبط، رحلة عبر 700 سنة. ومهمتنا اليوم مش مجرد سرد أحداث قديمة، لأ، إحنا هنجمع قطع أحجام متناثرة
يعني هنربط بين نقوش على مساجد قديمة وسجلات تاريخية وقصة مجتمع حديث. عشان نشوف إزاي تاريخ الأويغور مش مجرد هامش في قصة الأناضول. تماماً، هو جزء أصيل من نسيجه من وقت وصولهم مع المغول كقوة إدارية لحد ما أسسوا دولتهم الخاصة اللي غيرت كل حاجة. طيب خلينا نبدأ من الأول. كيف وصل الأويغور للأناضول أصلاً؟ يعني أكيد ما كانوش مجرد جنود في جيوش جنكيز خان، صح؟ لا طبعاً، دورهم كان أكبر بكتير. شوف، الأويغور كان ليهم تقدير كبير جداً كإداريين وقادة ومستشارين في الإمبراطورية المغولية. يعني كانوا العقل المدبر؟ بالضبط، خصوصاً في الدولة الإلخالية اللي حكمت فايرز والأناضول. خبرتهم في إدارة الدولة هي اللي ادتهم كل النفوذ ده. إذن وصلوا كجزء من النخبة الحاكمة. طيب، المصادر بتشير لشخصية بارزة جدا في الفترة دي، الوالي ظهير الدين محمود. إيه قصته؟ ظهير الدين محمود هو المثال الحي على النفوذ ده. كان من أصل أويغوري، والإلخانيين عينوه والي على الأناضول. يعني مش مجرد موظف، ده كان الحاكم الفعلي؟ تماماً، والمدهش إنه ساب وراه بصمة مادية لسه موجودة لحد اليوم. بنتكلم هنا عن جامع بنيان الكبير في قيصري اللي اتبنى حوالي سنة 1334. بالضبط، والمبنى ده مش مجرد مكان للعبادة، لا، ده وثيقة تاريخية منحوتة في الحجر. وهنا القصة بتبدأ تكون مثيرة بجد. بناء جامع شيء عادي، لكن التفاصيل المعمارية اللي بتعرضها المصادر دي اللي بتخطف الإنفاس. بيتكلموا عن نقوش فريدة على البوابة. والنقوش دي هي اللي لازم نقف عندها. على بوابة الجامع الحجرية في نقوش متقنة جداً لرؤوس ذئاب. رؤوس ذئاب؟ نعم، رؤوس ذئاب. الذئب طبعاً رمز أيقوني في ميثولوجيا آسيا الوسطى القديمة، لكن إنك تشوفه منحوت على بوابة جامع في قلب الأناضول في القرن ال14 ده شيء نادر جداً. يكاد يكون فريداً من نوعه. بالضبط، ده عامل زي توقيع ثقافي بيقول إحنا هنا وهذه جذورنا. دليل مادي قوي على وجود جالية أويغورية مؤثرة حتى وما يفكروا يعملوا دولة مستقلة. لحظة، دي نقطة غريبة جدا في سياق العمارة الإسلامية وقتها. يعني ألم يعتبر ده خروجا عن المألوف؟ سؤال مهم جدا. المصادر مش بتذكر أي اعتراضات، وده في حد ذاته دليل على قوة ونفوذ الجالية الأويغورية وقتها. لما يكون الوالي أويغوري والقادة العسكريين والإداريين كمان، بيبقى عندك القدرة تعبر عن هويتك الثقافية. يعني دي كانت رسالة واضحة. رسالة واضحة جدا. وفي تفصيلة تانية مذهلة عن عيلته. المصادر بتقول إن اسم والده كان تاج قزل. تاج قزل؟ والاسم ده مش مجرد اسم، ده اسم حي قديم في قيصري نفسها. ومش بس كده، كان في مسجد في الحي ده بنفس الاسم، مسجد تاج قزل، بس للأسف اتهدم بعدين. يعني التأثير كان متجذر لدرجة تسمية أحياء ومساجد بأسمائهم. تخيل المشهد، نفوذهم كان جزء من المدينة نفسها. مذهل. طيب، عندنا نفوذ سياسي، بصمة معمارية، جالية قوية، كل الظروف كانت مهيئة. كيف تحول كل ده لدولة مستقلة بقيادة السلطان علاء الدين إريتينا؟ اللحظة جت لما الإمبراطورية اللي خدموها بدأت تنهار. الدولة الإلخانية في ثلاثينيات القرن ال14 كانت بتتداعى. حصل فراغ في السلطة. بالضبط، فوضى عريمة عمت الأناضول، وفي وسط الفوضى دي ظهر علاء الدين إريتينا. هو كان ضابط أويغوري كبير في الجيش الإلخاني، بس كان عنده رؤية سياسية. شاف الفراغ ده وقرر يملاه. يعني استغل انهيار السلطة المركزية. طيب، إيه كانت الخطوة الحاسمة؟ معركة واحدة، معركة كارامبوك. دي كانت الاختبار الحقيقي لقوته. انتصر فيها انتصار ساحق على القوات الموالية للإلخانيين. والانتصار ده كان النهاية الفعلية للحكم المغولي في وسط الأناضول. تماماً، كان إعلان مدوي. بعدها محدش قدر ينازعه، أعلن استقلاله وأسس دولة إريتينا، وخلى عاصمته الأولى سيفاس وبعدين نقلها القيصري. وهنا السؤال المحوري، ما هو تأثير الدولة دي؟ يعني هل كانت مجرد إمارة صغيرة زي باقي الإمارات؟ لا إطلاقاً، وهنا أهميتها اللي كتير بيتجاهلوها. دولة إريتنا سيطرت على أراضي واسعة جداً من أنقرة للزيغ، لكن تأثيرها الأهم كان غير مباشر. غير مباشر إزاي؟ كانت زي الدرع. تخيل الخريطة، في الوسط والشرق عندك دولة إريتنا القوية والمستقرة، وفي الغرب، في أقصى الغرب، كان في إمارات تركية صغيرة ونشئة زي الإمارة العثمانية في بدايتها.
الإمارات دي كانت هتتسحق لو فوضى انهيار الإلخانيين وصلت لها. فهمت. يعني دولة إيرتنا امتصت الصدمات كلها. بالظبط، وفرت مساحة نادرة للعثمانيين وغيرهم عشان يتنفسوا وينموا ويتوسعوا غرباً على حساب البيزنطيين، بعيداً عن أي تهديد كبير من الشرق. ده مذهل. يعني بشكل غير مباشر الدولة الأيغورية دي كانت حاضنة للعثمانيين الأوائل. طيب إيرتنا نفسه كان إزاي كحاكم؟ بصراحة ده اللي أدهشني. السجلات التاريخية حتى من أعدائه بترسم له صورة إيجابية جداً. زي إيه مثلاً؟ الناس كانت بتحترمه لدرجة إنهم أطلقوا عليه ألقاب شعبية زي كوسة بغمر، اللي معناها النبي ذو اللحية الخفيفة. ده لقب قوي جدا جداً. وده بيوضح إنه ما كانش مجرد أمير حرب. الأهم من كده إنه بنى على مؤسسات الدولة السلجوقية اللي قبله وطورها. يعني خلق استقرارا مؤسساتيا. بالظبط. والعثمانيين لما ورثوا الأراضي دي ورثوا دولة منظمة مش أرض محروقة. طيب والإرث المادي، هل هو كمان ساب بصمات معمارية في قيصري؟ أكيد، وبشكل أكبر. الإرث الأبرز هو كوشك مدرسة. الاسم يوحي إنها مدرسة. لكنها في الواقع كانت مجمع جنائزي للسلالة الحاكمة، فيها ضريح السلطان علاء الدين إيرتنا نفسه وعيلته، زي وادي ملوك مصغر لدولتهم. وفي آثار تانية؟ طبعاً، في أضرحة لأمراءه زي الأمير إردموش والأمير زادة محمد، وفي تحفة فنية حقيقية ضريح شاه جهان خاتون. المصادر بتوصفه إنه من أجمل الأضرحة. وهو كذلك فعلاً تحفة فنية بكل معنى الكلمة. دقة النحت والزخارف بتورينا إن دولتهم ما كانتش مجرد قوة عسكرية، لأ دي كانت مركز لحضارة وفن راقي. التاريخ ده كله مذهل، كأنه كان مخفي قدام عينينا. لكن أكتر حاجة صدمتني في المصادر إن القصة ما بتنتهيش هنا. لما تفتكر إن القصة خلصت في القرن الرابع عشر، فجأة بننتقل 6 قرون لقدام لمنتصف القرن العشرين. إزاي بيحصل الربط ده؟ ده الجزء اللي بيخلي القصة دائرية بشكل لا يصدق. في سنة 1965 بتحصل موجة هجرة أويغورية تانية لتركيا، لاجئين من أفغانستان. بالضبط، بقيادة شخصيات وطنية زي عيسى يوسف ألبتكين. الحكومة التركية وقتها قررت تستقبلهم وتوطنهم، والسؤال هو فين؟ وهنا المفاجأة. من بين كل مدن تركيا، المكان اللي تم اختياره كان مدينة قيصر تحديداً. قيصري تاني، دي مش ممكن تكون صدفة. صعب نجزم، بس الصدى التاريخي قوي جداً. سواء كان مقصود أو مجرد مصادفة شعرية، النتيجة واحدة: الأويغور رجعوا للمدينة اللي كانت عاصمة دولتهم، والفيلم بيعرض شخصيات من الفترة دي ساعدتهم. زي المحامي المحلي نوزات تركتن. الراجل ده تبنى الجالية الجديدة، بقى صديقهم وراعيهم وساعدهم في كل حاجة. يعني ما كانتش مجرد عملية إدارية باردة. لا، كان في علاقة إنسانية حقيقية، والجالية الجديدة دي اندمجت بشكل ناجح جدا. جابوا معاهم مهاراتهم في الزراعة والحرف اليدوية، وحافظوا على هويتهم في نفس الوقت. تماماً. أسسوا جمعيات ثقافية وأصدروا مجلات زي جوك بايرك. والرسالة الأساسية هنا واللي هم نفسهم بيقولوها إنهم مش حاسين إنهم ضيوف أو لاجئين، حاسين إنهم رجعوا ديارهم. بمعنى ما رجعوا للأرض اللي أجدادهم بنوا فيها دولة عظيمة. إذن لو حبينا نلخص القصة دي، إحنا بنتكلم عن تاريخ أويغوري في الأناضول بيمتد ل700 سنة. بيبدأ مع نخبة إدارية، بيوصل لذروته مع دولة إيرتنا اللي حمت العثمانيين، وبعدين بنشوف صدى مدهش للتاريخ ده في القرن العشرين. بالظبط، دي هي الخلاصة. التاريخ مش أحداث منفصلة، هو خيط متصل. وجود جامع بنيان وكوشك مدرسة في قيصر اليوم مش مجرد آثار، دي روابط مادية ملموسة. روابط ملموسة بين القرن الرابع عشر والقرن ال21، دليل قاطع على إن الأغور جزء أصيل من نسيج الأناضول. وده بيسيبنا مع فكرة أخيرة نتأمل فيها. انت ذكرتي إن دولة إيرتنا حطت أسس مؤسساتية بنى عليها العثمانيين، وده بيخليني أسأل سؤال افتراضي. سؤال منطقي جدا بعد كل اللي قلناه. إيه اللي كان ممكن يحصل لو دولة إيرتنا دي فضلت قوية ومتماسكة؟
كيف كان ممكن يتغير مسار تاريخ الأناضول ويمكن العالم كله لو الدولة القوية دي اللي أساسها الأغور استمرت بدل ما تندمج في النهاية مع الدولة العثمانية الصاعدة؟ سؤال بيفتح الباب لتصورات مختلفة تماما للتاريخ. أهلا بكم. اليوم نناقش فيلماً وثائقياً عن تاريخ الأيغور في الأناضول يربط بين سلطنة أرتانا في القرن الرابع عشر ومجتمع الأيغور الحديث في تركيا. العمل قوي وفيه أدلة تاريخية غنية، بس فيه فرص لتعميق أثره. أكيد هو عمل ممتاز، لكن ممكن يكون أقوى. صراحة أول شيء أثر فيني كان إحساس بالانفصال. يعني شعرت بانفصال بين جزئي الفيلم. مثير للاهتمام. اشرحي لي أكتر، شو قصدك بالانفصال؟ حسيت كأني عم شوف فيلمين مختلفين. الأول كان وثائقي تاريخي، يعني عميق جداً عن دولة أرتانا، تفاصيل، معمار، شخصيات. صحيح. وكونت ارتباط عاطفي مع هديك الفترة. بعدين فجأة قفزنا 700 سنة لقدام وبدأنا قصة جديدة تماماً عن اللاجئين في القرن العشرين. الخيط اللي يربط بينهم كان، ما بعرف، رفيع جداً. بالضبط، هذا هو الشعور اللي وصلني كمان. وهذا بيخدنا مباشرة للنقطة الأولى. يمكن للفيلم إنه يخلق سرد أكثر تأثير وتوحيد لو دمج الخطين الزمنيين بشكل أعمق بدل ما يقدمهم ورا بعض. تماماً. هلأ البنيان الحالية خطية ومنفصلة، ومثل ما قلتي المشاهد بحس كأنه بيبدأ من جديد بنص الفيلم، فالعبء كله بيقع على المشاهد لحتى يربط بين عالمين مختلفين تماماً. أتفق 100%، بس يعني ما في مخاطرة بالدمج. قصدي الانتقال المستمر بين القرن الرابع عشر والقرن العشرين يمكن يربك المشاهد. أيوة. ويصير صعب عليه يتابع أي قصة منهم. كيف ممكن نعمل هالدمج بدون ما نضحي بوضوح السرد؟ سؤال مهم جدا، وهذا هو التحدي الفني الحقيقي. الحل مش بالتقطيع العشوائي بين الزمنين، أكيد لا. الحل هو ببناء جسور واعية ومدروسة بينهم. جسور. الفكرة هي نسج عناصر من القصة الحديثة جوا السرد التاريخي من البداية، والعكس صحيح. نستخدم أصداء بصرية وموضوعية. إحنا ما عم نروي قصتين بالتوازي، إحنا عم نروي قصة واحدة عن الاستمرارية والصمود عبر 700 سنة. أصداء بصرية وموضوعية، حبيت هالتعبير. ممكن تعطيني مثال عملي؟ يعني كيف ممكن نبني واحد من هالجسور؟ طبعاً، خلينا ناخد المشهد اللي بيقدم جامع بنيان أولو. اللي فيه نقوش رؤوس الذئاب. بالضبط، نقوش رؤوس الذئاب اللي بترجع لجذور آسيا الوسطى. هلأ بالنسخة الحالية الفيلم بيعرض هذا كدليل تاريخي، بس تخيلي لو والكاميرا عم تتمشى على تفاصيل النقش الحجري القديم، نقطع المشهد. نقطع فجأة لقطة مقربة لوجه شاب أويغوري معاصر في قيصري، وهو عم بمرر إيده على نفس النقش تماماً. واو، هذا بيخلق اتصال مادي فوري. تماماً. وممكن نسمع صوته بتعليق صوتي قصير يقول شيء مثل: أجدادي نحتوا هالرمز هون قبل 7 قرون، شو كان يعني إلهم؟ وشو بيعني لي اليوم وأنا بدور على معنى لوجودي هون؟ يا سلام. بهاللحظة النقش ما عاد مجرد قطعة أثرية، صار حوار حي عبر الزمن. ربطنا الإرث المادي بالبحث المعاصر عن الهوية. هاد قوي جداً، بيحول المشاهد من مجرد متلقي للمعلومات لشاهد على لحظة تأمل شخصي وعميقة. طيب، والأصداء الموضوعية كيف ممكن تكون؟ ممكن نطبقها لما نحكي عن شخصية علاء الدين أرتنا نفسه. الفيلم بصوره كحاكم عادل، كمنقذ أعاد النظام والاستقرار للأناضول. أيوة، فكرة البحث عن الأمان والعدل هي وهي فكرة مركزية بقصة اللاجئين كمان. فبدل ما نستنى لنص الفيلم لنسمع قصتهم، ممكن نقتبس منها بهاللحظة بالذات. كيف؟ يعني بينما المؤرخ بيحكي كيف الناس شافوا في أرتنا منقذ، ممكن ندخل مقطع قصير جدا من مقابلة مع واحد من اللاجئين اللي وصلوا بالستينات، يقول فيه: كل اللي كنا ندور عليه هو مكان آمن، مكان نحس فيه بالعدل. هالتوازي الموضوعي بيخلق صدى عاطفي هائل. أرتنا ما عاد مجرد شخصية تاريخية، صار تجسيد لتوقع إنساني مستمر عبر القرون. وكأن الفيلم عم يقول إن البحث عن أرتنا يعني الملاذ الآمن هو قصة الأيغور الأبدية. هذا بيخلي القصة التاريخية مؤثرة بشكل مباشر وفوري. وهذا بالضبط اللي بياخدنا للسؤال الثاني. إذا كان هالتاريخ مرتبط بالحاضر لهالدرجة، فهل الفيلم بيوضح بما فيه الكفاية ليش هالإرث مهم اليوم؟ وهون جوهر النقطة الثانية. تمام. يمكن تعظيم أثر الفيلم بتوضيح الأهمية المعاصرة لإرث دولة أرتنا بشكل صريح، يعني نتجاوز مجرد الفخر التاريخي. هاي نقطة حساسة. الفيلم بيعمل شغل رائع في إثبات حقيقة إحنا كنا هون
وهذا بحد ذاته مهم جدا. بس أنا بعد ما خلص الفيلم ضليت أفكر، طيب هذا مذهل، بس وبعدين بالضبط. شو المفروض يعمل شاب أيغوري في إسطنبول اليوم بهالمعلومة؟ كيف إرث دولة من القرن ال14 ممكن يساعده بتحديات القرن ال21؟ تماماً. سؤال شو بيعني كل هذا اليوم بضل معلق بالهوا. الفيلم بيقدم الأدلة، بس بيترك للمشاهد مهمة استخلاص المعنى والتطبيق، وهذا نوعاً ما بيضعف من قوة رسالته. أوكي. فالاقتراح هون هو الانتقال من مرحلة عرض التاريخ لمرحلة تفسير أهمية التاريخ للمستقبل. لازم نربط إنجازات إرثنا بناء دولة، الحفاظ على الثقافة، توفير ملاذ آمن بشكل مباشر بتحديات وتطلعات مجتمع الأيغور العالمي حالياً. وكيف ممكن نعمل هيك بدون ما يبين الفيلم كأنه محاضرة أو خطاب سياسي؟ لازم نحافظ على الأسلوب الوثائقي القصصي. أكيد ممكن نعمل هيك من خلال طرح الأسئلة الصح على الناس الصح. مثلاً بدل ما نسأل المؤرخين بس عن تفاصيل تاريخية، ممكن نوجه سؤال مباشر لواحد منهم. مثل شو؟ نسأله بالنظر لنجاح دولة إرتنا في بناء مؤسسات حكم فعالة والحفاظ على هويتها في بيئة معقدة، شو هي الدروس اللي ممكن نستخلصها اليوم لمجتمعات الأيغور في الشتات؟ سؤال ممتاز. هذا بيجبر الخبير يفكر كمحلل استراتيجي مش بس كمؤرخ، وبيربط الماضي بالحاضر بشكل صريح. نعم، وبيحول إرتنا من مجرد شخصية تاريخية لدراسة حالة في القيادة وبناء الأمم. طريقة تانية هي بالتعليق الصوتي. لما نحكي عن حكم إرتنا العادل، ممكن التعليق الصوتي يقول شيء مثل: قبل 700 سنة كان البحث عن العدالة هو اللي وحد الناس حول إرتنا، واليوم لسه هالبحث هو المحرك الأساسي لتطلعات الأيغور بكل مكان. هاد بيعطي نضال الحديث بعد تاريخي وأخلاقي عميق. طيب والإرث المادي؟ المباني والأضرحة اللي منشوفها بالفيلم هي حلوة كتير، بس ممكن تكون أكثر من مجرد خلفية تاريخية؟ أطان، لازم نقدم هالإرث المعماري مثل كشك مدرسة أو جامع بونيان أولو، مش بس كآثار جميلة، بل كدليل ملموس على القدرة على البناء والمساهمة الحضارية. لازم الفيلم يوضح إنها ما كانت مجرد مباني، كانت مؤسسات، مدارس، محاكم، مراكز حكم. إنها دليل على إنه الأيغور لما تتاح لهم الفرصة ما بيكتفوا بالصمود، بل بيبنوا وبيزدهروا وبيضيفوا قيمة للمجتمع اللي حولهم. هاد بيحول السرد من قصة بقاء لقصة إنجاز. إذن الفكرة هي تحويل التاريخ من مجرد سجل الماضي لمصدر إلهام وخارطة طريق للمستقبل. هاد بيعطي الفيلم صدى وأهمية أكبر، خصوصاً عند جيل الشباب. بس وإحنا عم نحكي عن هالإرث المشترك، لاحظت إنه القصة مروية من منظور واحد تقريباً. سبقتيني للنقطة الثالثة والأخيرة اللي ممكن تكون الأكثر جرأة: دمج وجهات نظر المجتمعات التركية المحلية في قيصري وأماسيا رح يضيف طبقة حيوية من العمق، ويثبت سردية التراث المشترك من زاوية ثانية. أو أفراد من الشتات الحديث، وهذا مفهوم منطقي. القصة قصتهم بالأول والآخر. أكيد. بس بما إنه الأحداث بتصير بتركيا والإرث موجود على أرض تركيا، غياب الصوت التركي المحلي كان ملحوظ بالنسبة لي. غياب هالصوت بفوت فرصة ذهبية، فرصة لتحويل القصة من قصة أيغورية في تركيا لقصة تركية أيغورية مشتركة. تماماً. لما نسمع السكان المحليين بيحكوا عن هالتاريخ كجزء من تاريخهم هم، هاد رح يكون أقوى دليل على صحة رسالة الفيلم. بيخلي السردية حقيقة حية على الأرض، مش مجرد اكتشاف تاريخي بقدمه صناع الفيلم. أتفق مع هذا تماماً، بس عملياً يمكن يكون صعب. كيف ممكن نلاقي هالأشخاص؟ وشو لو ما كانوا بيعرفوا شي عن هالتاريخ؟ مش هاد رح يضاعف الفيلم؟ بالعكس، حتى لو كانت إجاباتهم ما بعرف، هاد بحد ذاته قصة مثيرة للاهتمام عن التاريخ المنسي. بس أنا بتوقع رح نلاقي أكثر من هيك. الاقتراح بسيط ومباشر: نعمل مقابلات مع سكان محليين بالأماكن اللي تصور فيها الفيلم. أوكي. تخيلي معي هالمشهد: نروح على حي تاجي كزيل القديم في قيصري، نلاقي صاحب دكان قديم أو سيدة كبيرة بالسن قاعدة قدام بيتها، ونسألها ببساطة: بتعرفي قصة اسم هالشارع؟ إجابتها شو ما كانت رح تكون لحظة وثائقية أصيلة جداً. ممكن تحكي قصة شعبية متوارثة، أو ممكن تتفاجأ، وبالحالتين نحن عم نربط التاريخ بالشارع بالحياة اليومية. بالضبط. وشو بالنسبة لقرية الأويغور جنب أماسيا؟ بدل ما نصورها من بعيد وبس، ممكن نقعد مع عائلة عايشة هناك من أجيال ونسألهم: كيف بتعرفوا عن حالكم؟
عندكم قصص عائلية عن أصولكم. هاد بنقل السرد من الأكاديميا للمطبخ لغرفة المعيشة، بخلي التاريخ إنساني وملموس. أيوة. وفي كمان الناس اللي بيهتموا بهالمواقع التاريخية اليوم. هاي فكرة ممتازة. ممكن نحكي مع الإمام الحالي لجامع بونيان أولو أو حارس كشك مدرسة. شو القصص اللي بيحكوها للزوار عن مؤسسي هالأماكن؟ نقطة رائعة. لما يجي سائح ويسأل مين بنى هالمكان، شو بتكون إجابتهم؟ تخيلي بس لما نسمع إمام تركي عم يحكي تاريخ إرتقنا الأويغوري بفخر كجزء من تراث مدينته، هذا رح يكون أقوى من شهادة 10 مؤرخين، دليل حي على إنه هالتراث مش ملك للأويغور لحالهم، هو جزء من نسيج الأناضول. إدراج هالأصوات رح يضيف مصداقية وعمق ما بتصدقوا، رح يأكد إن هاي مش مجرد قصة بيستعيدها الأويغور، بل هي حقيقة بيعيشها وبيتنفسها المكان نفسه وسكانه. ورح يغير ديناميكية الفيلم بالكامل، رح يصير رحلة اكتشاف مش بس للأويغور بل للأتراك كمان، وللمشاهد العالمي اللي رح يكتشف إنه التاريخ متشابك وجميل أكتر مما منتصور. إذن لنلخص النقاط الثلاث. الفرصة الأولى بالبنية السردية، ننتقل من السرد الخط المنفصل لسرد متكامل ينسج الخطين الزمنيين مع بعض باستخدام أصداء بصرية وموضوعية لخلق قصة واحدة متصلة عبر 700 سنة. صحيح. والنقطة الثانية في تعميق الرسالة، نتجاوز مجرد عرض الفخر التاريخي ونربط إرث دولة إرتقنا بشكل واضح ومباشر بالتحديات وتطلعات الأويغور اليوم. لنجاوب على سؤال ليش هالموضوع مهم هلأ؟ تمام. وأخيراً النقطة الثالثة، توسيع دائرة الرواة، ندخل أصواتاً من المجتمعات التركية المحلية لنضيف طبقة من الأصالة والحياة ونحول القصة من منظور واحد لحوار عن تراث مشترك. بالضبط. كل اقتراح من هدول بيبني على الأساس القوي الموجود أصلاً بالفيلم، والهدف إنه ما يكون فيلم مهم وبس، بل فيلم لا ينسى وقادر يحدث تأثير أعمق وأكثر استدامة. تهدف هذه الاقتراحات إلى الارتقاء بعمل قوي ومؤثر بالفعل ليصبح وثائقياً أكثر ترابطاً وخلوداً. ندعو صانع العمل للتفكير في هذه النقاط وربما إعادة تقديم النسخة المعدلة لمزيد من النقاش. أهلاً بكم في نقاش. اليوم بنغوص في منعطف حاسم جداً من تاريخ الأناضول في القرن الرابع عشر. دي فترة من الفوضى والفرص اللي اتولدت من رحم انهيار الإمبراطورية المغولية الإلخانية. المادة اللي معانا النهاردة بتسلط الضوء على شخصية استثنائية ودولة مؤثرة، علاء الدين أرتنا، القائد اللي أصوله أويغورية ودولته اللي تعرفت باسم دولة بني أرتنا. وهنا بقى يكمن جوهر نقاشنا، هل كانت دولة بني أرتنا مجرد إمارة أناضولية تانية وخلاص؟ يعني أسسها والي إقليمي طموح استغل فراغ السلطة وسرعان ما ذابت هويته الأويغورية دي في المحيط الثقافي السلجوقي الأناضولي الغالب؟ ولا كانت شيء أعمق؟ هل كانت بمعنى آخر بمثابة زرع هوية ثقافية وسياسية أويغورية مميزة في قلب الأناضول، تركت بصمات دايمة ومهدت الطريق للي جه بعدها؟ أنا سأدافع عن وجهة النظر اللي بتقول إن دولة بني أرتنا كانت كيان أويغوري تأسيسي بالفعل، ولعب دور محوري في إنهاء الهيمنة المغولية وأرسى أسس سياسية وثقافية أثرت بعمق في مسار تاريخ المنطقة. بينما أنا هطرح وجهة نظر مختلفة. أنا بشوف إن الدولة دي كانت في جوهرها كيان أناضولي ووريث طبيعي للنظام الإلخاني المنهار، وإن أصول مؤسسها الأويغورية ورغم أهميتها طبعاً اقتصرت على نخبة حاكمة صغيرة جداً تم استيعابها ثقافياً بسرعة، وده اللي خلى أثرها الثقافي المميز محدود على المدى الطويل. لا يمكن نفهم قصة علاء الدين أرتنا لو بصينا له كمجرد أمير مغامر، لازم نفتكر السياق الأوسع، المكانة الرفيعة اللي حظي بيها الأويغور جوه الإمبراطورية المغولية. هم ما كانوش مجرد جنود مرتزقة، لأ، دول كانوا جزء من النخبة الإدارية والثقافية، كانوا الكتاب والوزراء والحكام. فلما انهار الحكم الإيلخاني في الأناضول، أرتنا ما كانش مجرد انتهازي، لأ، ده كان رجل دولة متمرس. المصادر بتوصف إزاي إنه برز كشخصية حررت المنطقة من قرن من الهيمنة المغولية المباشرة ورجع لها الاستقرار اللي كانت فعلا محتاجاه.
دولته ما كانتش إمارة هامشية، دي كانت قوة كبيرة امتدت من أنقرة غرباً لإلازيغ شرقاً، ومن سواحل البحر الأسود شمالاً حد مشارف كونيا جنوباً. الاستقرار ده هو اللي سمح للإمارات التركمانية التانية ومنهم العثمانيين في بداياتهم إنهم يتنفسوا وينموا في بيئة آمنة نسبياً، هو اللي وقف الفوضى، وده في حد ذاته فعل تأسيسي. شوف، أنا متفقة معاك تماماً في إن أصول أرتنا الأيغورية ومكانة شعبه في الإمبراطورية المغولية دي حقائق تاريخية ما فيهاش أي جدال. أكيد. لكني بختلف في تفسير اللي حصل بعد كده. أنت شايفه محرر، وأنا بشوفه والي إقليمي ذكي جداً استثمر انهيار السلطة المركزية عشان يحول مقاطعته لمملكة خاصة بيه. هو ده النمط اللي شفناه في كل مكان في الإمبراطورية المنهارة، من بغداد لتبريز. هو نتاج النظام الإلخاني مش نقيضه. الدولة اللي أسسها في هيكلها وشغلها اليومي كانت استمرار للأطر الإدارية والثقافية السلجوقية الأناضولية اللي كانت موجودة أصلاً من قرون. أيوة، سك العملة باسمه وأمر بالخطبة ليه في المساجد. بس دي هي الإجراءات العادية لأي حاكم مسلم بيوالي مستقلاله في العصر ده. مفيش أي حاجة أيغورية مميزة في الممارسات دي. دي لغة السلطة المفهومة في الأناضول، وهو اتكلم بيها بطلاقة. عشان كده أنا بقول إن دولته كانت أناضولية في طبيعها، حتى لو كانت قيادتها من أصل أيغوري. بس انت كده بتتجاهلي الدليل المادي، البصمة اللي تركوها واللي بتصرخ بهوية مختلفة. الجامع الكبير في بلدة بنيان اللي بناه الوالي الأيغوري ظهير الدين محمود، وده من رجال أرتنا حتى قبل إعلان الاستقلال الكامل. مدخل الجامع ده مزين بزخارف منحوتة لرؤوس ذئاب. الذئب ده رمز محوري في أساطير التكوين عند الشعوب التركية في آسيا الوسطى. الرمز ده نادر جدا ويكاد يكون مش موجود خالص في العمارة الإسلامية السلجوقية في الأناضول. يعني وضعه على وجه الجامع ما كانش مجرد اختيار فني عابر، لا، ده كان إعلان صريح ومقصود عن هوية ثقافية متميزة وتذكير بالجذور العميقة في سهوب آسيا. ده مش فعل اندماج، ده فعل تأكيد على الذات. طيب، خليني أكون واضحة. ده دليل معماري مثير للفضول فعلا، وأنا أقدر أهميته. بس هل ممكن بجد نبني نظرية كاملة عن هوية دولة بحالها على زخرفة واحدة في جامع واحد؟ أنا بشوف الدليل ده استثناء بيؤكد القاعدة. لو كان في فعلا حركة ثقافية أيغورية بتسعى تفرض هويتها، ليه ما شفناش أكتر من الرموز دي؟ خلينا نبص على المباني الأهم والأكثر رسمية. مقبرة السلطان أرتنا نفسه وعيلته المعروفة باسم كشك مدرسة، ومقابر كبار أماراءه زي الأمير أردوغمش. المباني دي بتتبع الطراز السلجوقي الأناضولي كلاسيكي بشكل كامل، من التصميم للزخارف للمواد. مفيش فيها أي حاجة ممكن نسميها أيغورية. فاللي احنا شايفينه ده يبدو أقرب لحالة ذوق شخصي لوالي معين اللي هو ظهير الدين محمود، أو يمكن حنين للماضي مش برنامج ثقافي للدولة. الغالبية العظمى من الأدلة المعمارية بتشير لاندماج سريع وعميق في البيئة الثقافية المحلية. لكن ده بيقلل من شأن العلاقة اللي بناها مع السكان المحليين. المصادر التاريخية زي كتابات ابن بطوطة اللي زاره شخصياً بترسم صورة مختلفة تماماً. هو ما كانش حاكم عسكري مفروض، لأ، ده كان محبوب ومحترم. السكان شافوا فيه منقذ من فوضى وظلم السنين الأخيرة للحكم المغولي. بيتوصف بأنه كان رجل دولة عادل ومتدين، لدرجة أن المؤرخين المحليين ذكروا أن الناس كانوا بيلقبوه بالنبي بسبب تقواه ومظهره. دي مش صورة حاكم أجنبي، دي صورة زعيم متجذر في مجتمعه. والأهم من كل ده، وهنا النقطة المحورية، إن المصدر اللي بنستند إليه بيشير بوضوح إن المؤسسات اللي أنشأها شكلت أساساً للمؤسسات العثمانية. الادعاء ده ضخم، هو مش بيتكلم عن تأثير سطحي أو عابر، لأ، ده تأثير بنيوي عميق في مسار تاريخ المنطقة كلها. هو ما بناش بس على اللي موجود، لأ، ده أسس للي هيجي بعده، وهو ده تعريف التأثير الحقيقي. طيب، اسمحي لي أتحدى النقطة دي. القول بأنه أسس للمؤسسات العثمانية ده تفسير جزاد، بس ممكن يكون فيه مبالغة. إزاي بالظبط؟ إيه هي المؤسسات المحددة اللي ابتكرها أرتنا وما كانتش موجودة في الإمارات التانية وبعدين العثمانيين تبنوها؟ الحقيقة إنه كل الإمارات التركية في الفترة دي، من بني قرمان في الجنوب لبني جندار في الشمال، كانوا بيبنوا على نفس الإرث الإداري السلجوقي والإيلخاني. كلهم كانوا بيجربوا أشكال من الحكم والإدارة في عالم ما بعد المغول. أرتنا كان ناجح ومستقر الفترة، ده أكيد، بس هل كان فريد في ابتكاراته الإدارية؟
أنا مش شايفة دليل قوي على كده. والدليل الأكبر اللي بيدعم وجهة نظري بأنه الدولة كانت مرتبطة بشخصه أكتر من ارتباطها بهوية ثقافية أو مؤسسات راسخة هو اللي حصل بعد وفاته. الدولة ضعفت وتفككت بسرعة مذهلة في عهد أولاده وخلفائه. لو كان في هوية أيغورية متجذرة ومؤسسات قوية زي ما بتقول، مش بتعتقد إن الدولة كانت هتبقى أكثر استمرارية وقدرة على الصمود بعد رحيل مؤسسها؟ الانهيار السريع ده بيوحي بأنها كانت دولة مرتبطة بكاريزما رجل واحد، مش مشروع ثقافي أو مؤسسي مستدام. دي نقطة وجيهة. الاستقرار بعد المؤسسين كان تحدي لكل الإمارات في الفترة دي، بس هل الانهيار السريع بيلغي بالضرورة عمق التأثير الثقافي اللي حصل في فترة القوة؟ ما أعتقدش. خلينا نرجع للبصمة الثقافية، لأني شايف إنك بتقللي من شأنها. أنت بتوصفي زخارف رؤوس الذئاب في جامع بنيان بإنها حالة شاذة. أنا بقول إن شذوذها هو بالظبط اللي بيخليها مهمة. في فن بيعتمد بشكل كبير على الأنماط الهندسية والنباتية والخط العربي. إنك تدخل رمز حيواني بالقوة دي وليه الدلالات العميقة دي في معتقدات ما قبل الإسلام لشعوب آسيا الوسطى، ده عمل مقصود وجريء. ده ما كانش مجرد اختيار جمالي، دي كانت رسالة سياسية وثقافية واضحة. المصدر نفسه بيأكد إن الزخارف دي لا تستخدم كثيرا في المساجد، وده بيبرز تفردها وقصدية استخدامها. دي كانت طريقة نخبة حاكمة جديدة تقول إحنا بنحكم هنا دلوقتي وجبنا معانا تاريخنا ورموزنا. كان دليل مادي على إنهم ما جوش عشان يدوبوا وينسوا أصلهم، لا، عشان يضيفوا طبقة جديدة ومعقدة لهوية الأناضول. الحجة دي مقنعة وأنا شايفة قوتها، بس خلينا نفكر في الاحتمال التاني. ماذا لو كانت الجرأة دي في استخدام الرمز دليل على العكس تماماً؟ ماذا لو كانت الزخرفة الفريدة دي هي صرخة أخيرة لهوية على وشك إنها تبتلع، مش إعلان عن هيمنة ثقافية جديدة؟ أنت بتركز على جامع واحد اتبنى حتى قبل ما أرطانا يعلن استقلاله الكامل، بس ماذا عن فترة حكمه الفعلية اللي امتدت لعقدين تقريباً؟ فين الأمثلة التانية على الفن الأيغوري المميز ده في الأناضول في الفترة دي؟ زي ما قلت قبل كده، المباني الرسمية للدولة، المقابر الملكية الكبرى، مش شايلة أي أثر للهوية دي. لو كانت الثقافة الأيغورية هي الثقافة المهيمنة للبلاط الحاكم أو حتى مؤثرة بشكل كبير، كان هيبقى منطقي نشوف بصماتها أوضح وأكثر انتشاراً في العمارة الجناهيزية الرسمية اللي دايماً بتمثل إرث الحاكم وهويته. اللي بنشوفه يبدو أقرب لتعبير شخصي للوالي ظهير الدين محمود، يمكن تذكار من الوطن البعيد أكثر من كونه تعبير عن تيار ثقافي عام للدولة الجديدة. أحياناً التفاصيل الأكثر إثارة للاهتمام بتكون هي الاستثناءات اللي بتحكي قصة اللي كان ممكن يكون مش اللي كان فعلاً. أنا مش مقتنع إنها مجرد ذكرى عابرة، لأن الإرث ما انتهاش في القرن الرابع عشر. وهنا بنوصل للنقطة اللي بتربط الماضي بالحاضر بشكل مباشر. المصدر اللي بنناقشه مش بيطرح القصة دي كحقيقة تاريخية معزولة، لا، ده بيربط بشكل واضح ومباشر بين استقرار الأيغور في الأناضول في عهد بني أرتنا وبين هجرة مجموعة تانية من الأيغور سنة 1965 لمدينة قيصري تحديداً، إحدى عواصم دولة بني أرتنا. الربط ده مش صدفة، ده بيعكس إحساس بالاستمرارية والارتباط التاريخي بالأرض. العبارة القوية اللي جت في المصدر بأن الأيغور ليسوا ضيوفاً في تركيا دي مش بتستند لكرم الضيافة الحديث، لا، دي بتستند مباشرة للعمق التاريخي اللي أسسه بنو أرتنا قبل 7 قرون. ده بيثبت إن إرث دولتهم مش مجرد حاشية في كتب التاريخ الأكاديمية، لا، ده إرث حي له صدى وتأثير في الوعي والهوية والعلاقات السياسية لحد النهاردة. هم خلقوا سابقة تاريخية، حق تاريخي لو صح التعبير، لسه صداه بيتردد. أنا فاهمة تماماً قوة السردية دي وبحترم أهميتها العاطفية والسياسية في الوقت الحاضر، بس بصفتنا مؤرخين لازم نفصل بين التاريخ زي ما حصل والسرديات اللي بتتبني حواليه بعدين. الربط اللي بتوصفه ده في رأيي هو بناء سردي حديث بيعيد تفسير الماضي عشان يخدم أغراض الهوية المعاصرة. والحقيقة التاريخية على الأرض هي إنه على مدى 600 سنة بين سقوط دولة بني أرتنا وهجرة 1965 ما كانش فيه جالية أيغورية متصلة ومستمرة في قيصري أو أي مكان تاني في الأناضول ممكن نتتبع جذورها مباشرة لعهد بني أرتنا. النخبة الحاكمة دي تم استيعابها بالكامل عن طريق الزواج واللغة والثقافة. دولتهم سقطت وأمرائهم اتفرقوا وقصتهم بقت جزء من النسيج العام لتاريخ الأناضول، زيها زي
قصة عشرات الإمارات التانية اللي ظهرت واختفت. هجرة 1965 هي حدث تاريخي منفصل تماماً، له أسبابه وظروفه الجيوسياسية الخاصة في القرن العشرين. الربط بين الحدثين بيعبر عن سياسات الهوية في الحاضر، وده أمر مشروع ومفهوم، بس مش بالضرورة بيعكس استمرارية تاريخية فعلية على أرض الواقع طول القرون دي. في الختام، موقفي ثابت. سواء اعتبرنا أنهم اندمجوا بالكامل في النهاية أو لا، فوصول نخبة أوغورية حاكمة وتأسيسها لدولة بني أرتنا غير بشكل حاسم مسار تاريخ الأناضول في فترة مفصلية. هم أنهوا قرن من السيطرة الإلخانية المباشرة ووفروا درع من الاستقرار مكن القوى التركية المحلية من الصعود. الأدلة من الهياكل السياسية اللي بيشار إنها مهدت للعثمانيين للبصمات المعمارية الفريدة اللي حملت رموز من قلب آسيا الوسطى، كلها بتشير لمساهمة مميزة ومؤثرة. هم خلقوا أساس تاريخي وذاكرة جماعية لسه صدها بيتردد لحد النهاردة في تعريف العلاقة بين الأناضول وآسيا الوسطى. من ناحيتي أنا بشوف إن قصة علاء الدين أرتانا هي مثال رائع ومأساوي في نفس الوقت عن الطموح الفردي والنجاح السياسي في وسط الفوضى العارمة اللي جت بعد انهيار إمبراطورية كبيرة. ورغم إن أصوله الأيغورية هو جزء لا يتجزأ من هويته وقصته الشخصية، إلا أن الدولة اللي بناها كانت كيان أناضولي في جوهرها، اتشكلت بفعل بيئتها المباشرة واستخدمت أدواتها الثقافية والإدارية عشان تعيش وتزدهر. النظر لها كدولة أيغورية خالصة برأيي بيبالغ في تقدير تأثير نخبة صغيرة، وبيتجاهل القوة الهائلة للجاذبية الثقافية الأناضولية اللي كانت قادرة تستوعب وتدمج موجات وراء بعض من الغزاة والحكام على مر القرون. المنظورين بيكشفوا قد إيه مفاهيم الهوية والسلطة والثقافة معقدة في فسيفساء الأناضول في القرن الرابع عشر. المصادر بتورينا لحظة تاريخية نادرة اتقابل فيها إرث آسيا الوسطى بعالم الأناضول السلجوقي الراسخ في صراع وتعايش، واللقاء ده ساب وراه إرث لسه بيثير النقاش وبيدعو لمزيد من البحث والاستكشاف.